ايه السبب اللي يخلي مازن وماجد ورعد وهيثم سيستم يتحولوا من شخص عدائي لطفل فجأة؟ وايه السبب اللي يخلي مدحت صالح الملقب بصوت مصر يعمل تراك مع ابو يوسف، مع ان ده عالم وده عالم مختلف تماما؟ مع العلم ان انا مستحيل اصدق ان مدحت صالح جاي برنامج ريد بول مزيكا الصالونات وهو ما يعرفش مين اللي هيبقى قدامه او مين اللي هيعمل معاه تراك. دي مغامرة اتمنى انها تجيب نتيجه كويسه. بصراحه مش مصدقها ومش داخله دماغي، لان انت بتتكلم في فرق بين الاتنين شاسع، حرفيا شاسع. لان انت اصلا بتتكلم واحد رئيس الجمهوريه بنفسه حضر له حفله من حفلاته، وواحد ايوه مشهور وايوه عامل حفلات كتير وباعداد كبيره كمان من الناس. بس اكيد انت شايف الفرق، يعني انت اكيد شايف الفرق بين الاتنين. انت اكيد واصله لك الفكره اللي عايز اوصلها لك. الفيتشر اللي حصل بين مدحت صالح وبين ابو يوسف ده حدث كبير قوي، مش مجرد تراك لرامي جمال والسونز. مكتوب علينا نعيش هالبعد وفي كل حته ببص الاقيك. فانت قدام حدث كبير حصل وبقى امر واقع مش مجرد حلم. التراك ما وقفش لعند هنا وبس، ده كمان ظهر فيه شخص جديد، شخص انا وانت ما شفناهوش قبل كده. الشخص ده بالنسبه لشهره ابو يوسف وضخامه شهره مدحت صالح ما جاش، يعني انت فاهم الفكره، ما جاش. واسمه علي مصطفى. ازاي طلعت في ريد بول مزيكا صالونات مع استاذ مدحت صالح وابو يوسف ولحنت معاهم في الاغنيه؟ احكي لكم الموضوع من البدايه خالص. انا كنت في حفله الاستاذ مدحت صالح في الاوبرا وقابلته، خدت رقمه، ولما روحت بعت له على الواتساب كذا حاجه ليا، قلت له ان انا ملحن وكده بس، فقال لي ان الشغل عجبه الحمد لله. يعني طبعا ما كنتش مصدق نفسي، وقال لي ان شاء الله هيكون في فرصه شغل بينا قريب ان شاء الله، ولو في حاجه هكلمك. وعلى حسب كلام علي مصطفى انه اتعرف على مدحت صالح في حفله من حفلات مدحت صالح وخد رقمه وبعت له الشغل، وعلى حسب كلام مدحت صالح ليه ان الشغل عجبه، ووعده كمان ان لو في فرصه هيقول له. تحس انه كان بيلمح له يعني. فتقدر تقول يعني ده سبب برضه من الاسباب اللي مخليني مش مصدق ان مدحت صالح جاي ريد بول مزيكا صالونات وهو مش عارف مين اللي هيعمل معاه التراك. فعشان كده التراك ضخم من اللي مشاركين فيه غناء مدحت صالح وابو يوسف، الحان علي مصطفى، توزيع ابو يوسف. فالتراك ضخم فعلا. ده يا جدعان كفايه بس مدحت صالح. عشان كده الفرصه لما بتيجي لازم تستغل، ايا كان بقى انت فين تعمل ايه وهكذا. ابو يوسف مثلا كان شايف ان وجوده مع مدحت صالح في تراك واحد ده حلم بس اتحقق. انا بحب مايكل بس بديله قدره، يعني مايكل فاهم، مش مدحت صالح مثلا. بالنسبه لي مدحت صالح والله العظيم انا بالنسبه لي تقول لي مايكل جاكسون ايه، مدحت صالح اجمل من مايكل جاكسون مليون مره طبعا. علي مصطفى تقريبا ما جاش في دماغه ان مدحت صالح اصلا ممكن يسمع شغله، وبالعكس ده دلوقتي هو معاه في تراك، ده هو اللي ملحن له التراك بتاعه. لا كمان مش هو لوحده، لا ده انت تضيف معاها ابو يوسف بالنسبه لعلي مصطفى، لكن بالنسبه لابو يوسف فتضيف له مدحت صالح. فاهم الفكره اللي عايز اوصلها لك؟ انت معايا يا اسطى ولا لا؟ فاحنا لو جينا نبص على التراك فمبدئيا كده ابو يوسف بيبدا التراك مش موجود، انا مش معاه، لا كمان كان شايف فروق، والفروق دي هي اللي كانت عامله الحدود. فهتلاقي ان التراكات دي بتعبر عن جزء عاشه او عايشه. الطريقه دي قادر يطلع بيها كل الطاقه السلبيه اللي هو بمعنى اصح حاسس بيها من وحده، خيانه، اكتئاب، وده كله ببساطه عشان يقدر يكمل اصلا. وكان الحافز انه يخليه يكمل انه ببساطه ابو يوسف، يعني ما ينفعش يقع ابو يوسف او ابو يوسف. ففي جميع الحالات ما ينفعش يقع. هو الحافز نفسه هو كان نفس، مش عارف اوصلها لك، بس الحافز هو كان ابو يوسف نفسه، فما ينفعش يقع. ولكن في التراك ده كان الحافز مدحت صالح وهو بيخضه وبيقول له فوق، انت اللي جاي وبكره ليك تقدر تسوق. فوق انت اللي جاي وكله ليك تقدر تسوق. كلام بسيط بس بالنسبه لشخص كان شايفه حلم دي حاجه كبيره قوي. ولو ركزت في الليركس نفسها تحس ان ده تراك اصلا لابو يوسف، مفيش كلام اصلا عميق قوي اللي هو يتفسر جامد وحالات اكتئاب بشعه بيمر بيها ابو يوسف، على قد ما انت تحس ان التراك ده بيعبر اكتر لابو يوسف. يعني مثلا في تراك عزرائيل 2 تراك ايفان ضد روكي هتلاقي ان ابو يوسف بيلمح لك بفكره ان في خناقه في دماغه، اللي هو واحد بيقول لك انا واقع والتاني بيقول له فوق وهكذا. فعشان كده تحس ان التراك بيعبر اكتر ناحيه ابو يوسف، علشان برضو بعد ما مدحت صالح بيقول له فوق وانت تقدر تفوق وخليك ايجابي والحاجات دي كلها، شخبط على اللي عطلوا وامشي الطريق من اوله. ابو يوسف بيرجع برضو بيقول له مش موجود تايه والحاجات دي كلها، اللي هو بنفس الطريقه اللي انت ممكن اصلا تفكر بيها او بالنسبه لابو يوسف ممكن يفكر بيها. بس على ما اعتقد يعني طريقه التفكير دي فينا، يعني لما واحد فينا بيحاول يوصل لحاجه معينه ويقع في اول وقعه كده اللي هو انا مش هقدر اكمل، ويرجع يقول لك لا انا هكمل، مش هقدر اكمل، ولا لا انا هكمل، ففي صراع. فانت لو ركزت اصلا هتلاقي ان ابو يوسف بيبدا التراك يقول لك انا وقعت ومش قادر اقوم، وقعت ومش قادر اقوم.
بعد كده مدحت صالح داخل يقول له فوق انت فاهم، خليك ايجابي. بعد كده بيرجع يقول له لا مش قادر. بعد كده اصلا اللي بينهي التراك غير اللي بدأه، اللي بدأ التراك كان ابو يوسف، لكن اللي نهى التراك كان مدحت صالح بكلامه الايجابي للمفروض الجزء الوحش او الجزء الاسود بالنسبه للشخص اللي هو طالع له حاجه زي كده. مش عارف افهمها لك قوي، وحاسس ان انا انت فاهم، حاسس ان انا بقى بضرب في الحته دي قوي. بس هي الفكره في ايه؟ ان انت بدأ التراك اصلا بتقول انا وقعت ومش قادر اقوم، وبعد كده بتسمع صوت بيقول لك لا انت هتفوق وانت هتقدر تحقق وانت تقدر تكمل، والتنميه البشريه دي كلها شعرة ما بين انك تكون او لا تكون والمسألة. بس بعد كده انت برضو بتبص الامور بزوايا تانية، بترجع تلوم نفسك او بترجع تقول لا انا مش هقدر الحاجات دي كلها. فاللي بينتصر معاك في الاخر واللي بينهي كل حاجة نفس الصوت اللي بيرجع يقول لك لا انت تقدر، وكمان بيزود لك كلام فوق الكلام. يعني لو قال لك انت تقدر، فاللي انتصر في الاخر الصوت الايجابي اللي هو مدحت صالح بيحاول يوصله لابو يوسف. عارف، حاسس ان بضرب في الحتة دي قوي، في الحتة دي. بس التراكات بتاعت ابو يوسف دايما النوعية دي او بالطريقه دي بتكون بتعبر عن جزء تحس انه اسود شويه بالنسبه لابو يوسف، والتراك ده حاسه قوي بيعبر ناحيه ابو يوسف. ده غير طبعا في الاخر هما بيسلموا على بعض كده، انت بتشوف حرفيا طفل. يعني انا لما اتفرجت على الحلقه دي واتفرجت على ابو يوسف انا شايف قدامي طفل صغير حرفيا. يعني انت فرحان بلعبه هو كان مشتاق وكان بيشوفها اللي هو مستحيل يجيبها، ففجاه بقت قدامه. عارف انت فرحه الطفل باللعبه عامله ازاي اصلا؟ انا مش عارف، بس يعني بحاول اديك تشبيه بصراحه يعني. بس فبس يا زميلي، هو التراك ما فيهوش اي حاجه تتفسر اصلا غير المود بتاعه او الحاله بتاعته، وعشان انا حسيت منه حاجه زي كده فطلعت اقولها لك في فيديو. تراك زي كده ما ينفعش يعدي من تحت ايدي كده من غير ما اتحنيك عليه، والحمد لله انا اتحنيك. انا مش عارف اتحنيكت بزياده ولا لا، بس حاسس ان انا عملت. يعني ارجو انك تتقبل معايا الموضوع كده، وانا بحبك والله العظيم. فيعني ادخل اعمل لايك وادخل اعمل سبسكرايب، في حاجات كتير قوي جايه. فالتراك ده جه صدفه، ما كانش ينفع اعديه من تحت ايدي كده بالساهل يعني. فبحبك والله العظيم، يعني ادخل اعمل لايك وادخل ظبطني يا اسطى والله العظيم. انا بحبك والله العظيم، انت عارف ان بحبك منكم بتعرف ليه يا اسطى. 80% من اللي بيتفرجوا على الفيديو مش عاملين اشتراك في القناه. اتمنى انك ما تكونش منهم، يعني انت واحد يكون عامل اشتراك في القناه. انا مش بقول لك شير، انا بقول لك اعمل لايك. مزعق اعمل لايك. بس اللي عندي كده احنا خلصت. سلام يا اسطى، سلام سلام، باي 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 باي. ماشي.